السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس في نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض. طبعا كده هنشوف معانا البط هنستقبله ازاي، وازاي هنخليه ياكل كده ويبتدي اللي هو ياكل كده لوحده. طبعا هو اول ما البطه كده من تحت البطه، طبعا هو في البطه فقست كده، ونزلت لكم الفيديو وحبيت ان انا اعرفكم انا ازاي هستقبل البط وازاي هخليه يتعود اللي هو ياكل لوحده. طبعا اول حاجه لازم تخليه كده ايه لحد ما البط عندك ينشف، وكده الزرار بتاعي يكون نشف زي ما انتم شايفين كده. زرار البطة نشفت اهيت وما شاء الله كلته ناشف. طبعا بقى ايه، سبتهم كده 3 4 ساعات كده تحت البطة لحد ما البطة نشفت تماما وبقت حلوة وما شاء الله، لقيتها كلتها حيوية ونشاط كده. وبعد كده بقى ايه جبتهم كده وحطيتهم في كرتونة. طبعا احنا في البرد، احنا في شهر طوبة. ده طبعا الشهر ده بيبقى الجو ساقع قوي، فلازم اي طيور عندك تكون صغيرة كده بالشكل ده لازم تدفيها قوي. ولو الكبير برضك، لو بط كبير عندك لازم تدفيه، بس الاهتمام لازم تهتم بالطيور لما تكون عندك صغيرة خالص، بتبقى يعني ايه أقل برد بيأثر فيها بيتعبوا مننا لا قدر الله. بعد كده بقى ايه حبيت اللي انا اعرفكم انا باكلهم ايه وازاي استقبلتهم. جبت كده معايا فنجان كده وبدأت اللي انا حطيت لهم مية وحطيت لهم ربع معلقة سكر في الفنجان المية، ودوبتهم كده عشان ايه يفتح كده نفس البط كده. يعني هو السكر زي فتح شهية بيخلي البط ياكل كتير ويعوده اللي هو ايه ياكل معاك. وطبعا جبت معايا علفة 23%، اللي هي العلفة السمسم. ده لازم تبتدي اللي انت ايه تأكلهم في المرحلة ديت علفة 23% علفة السمسم. بعد كده ببتدي اللي انا احط على ظهورهم كده، وابتدي بقى ايه البط ياكل من على ظهر البط. يعني ايه بتعوديه كده اللي انت ايه تخليه يبتدي اللي هو ياكل. وبعد كده طبعا زي ما انتوا شايفين كده بيبتدوا اللي هم يشربوا كده. فبعد كده المية بسكر دي بتخليهم ياكلوا، وانت كده بتأخدوهم على الأكل. ولو انت البط مكلش معاك على طول، طبعا هتمسكي بطة كده وتبتدي اللي انت هتبتدي تمسكي بطة وتبتدي اللي انت تسقيها في المية عشان ايه كلتهم يشربهم وتأخدوهم على الأكل. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. أهم حاجة لو انت وصلت للفيديو ده ما تنسليش اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. طبعا زي ما انت شايفة كده ببتدي أمسك البطة كده وأبتدي اللي أنا أسقيها. طبعا لازم تمسكي بطة لحد كده ايه ما ياخدوا على الأكل. لو مسكت بطة في المية كده كده انت بتعلميها ازاي تاكل وازاي تشرب، لان دي حاجة جديدة عليها وكل حاجة مستغرباها، لان لسه يعني ايه لسه طالعة من تحت البطة. ما مش واخدة على الأكل ولا الشرب ولا كلام من ده، فاحنا بنعودها بس أول يوم، وبعد كده بتلاقيهم ما شاء الله بيشربوا لوحدهم وبياكلوا لوحدهم. بس أهم حاجة التدفية الكاملة في الأيام ديت، لازم تدفيهم كويس ولازم تهتمي بهم عشان البط معاكي يبقى زي الفل. وبإذن الله هنعمل وصفات كتيرة هتعجبكم وهتخلي البط عندنا يومها بيومين. زي ما انتوا شايفين كده اول ما يبتدوا اللي هم ياكلوا بالمنقار كده تعرفوا اللي هم ما شاء الله خدوا معاكي على الاكل، وهيبتدوا اللي هم ما عادش يتعبوكي. هم بس ايه اول يوم بس ايه تبتدي ان انت تاكليهم وتحطهم في الكرتونه تاكليهم، وبعد كده اول ما تحطهم على طول على الاكل بيبتدوا اللي هم ياكلوا. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله حلوين جدا جدا، وده خير ورزق وبركة في بيتك.
وما شاء الله. اهم حاجه ما تنسليش اللايك زي ما انا قلتلك عشان تشجعيني كده، ونبتدي اللي احنا نعمل لهم وصفات باذن الله هتعجبك. زي ما انت شايفه كده دي الكرتونه ببتدي اللي انا انيمهم فيها. يعني انا ما بسيبهمش برضو كده على العلفه، لا انا لازم بغطي نص الكرتونه كده، وعشان الجو برد لازم ادفيهم، لان لو هم ناموا فضلوا كده في البرد هيبتدوا اللي هم يتكوموا على بعض ويعرقوا بعض، فكده يتعبوا لا قدر الله، ممكن يحصل لهم اسهال. مهما ياكلوا ما هيبانش عليهم، يعني البطة ماهيش هترمي معاكي لحمة أو هتفحل يعني. فهتبقى ضعفانة ودبلانة. لكن لما تكون البطة دافيانة بتلاقي من أقل أكل ما شاء الله بتبان عليها. اما تلاقي البطة عندك من ما في الكرتونة والبطة نايمة جنب البطة التانية تعرفي اللي هم دافيانين ما شاء الله. لكن لو لقيتيهم ملمومين على بعض وبيصاصوا تعرفي اللي هم تعرفي اللي هم بردانين وعايزين يتدفوا، فلازم تغطيهم وتسيبي لهم فتحة صغيرة كده من الكرتونة. وبعد كده بقى تحطي ايدك كده تشوفي نسبة الحرارة. ان لقيتيها حرارة ايديك حاسة بالحرارة، الحرارة الطبيعية، تعرفي اللي كده الحرارة مظبوطة. لكن لو دخلتي ايدك في الكرتونة كده وحسيت اللي في حرارة جامدة تعرفي اللي ممكن حرارة شديدة عليهم. فخدي بالك من الحتة دي عشان ما يتعبوش منك لا قدر الله، ويعرقوا منك ويشربوا مية كتير ويتعبوا. فأهم حاجة تخلي بالك. ده ملحوظات بس هي بسيطة كده اهو، بس بتفرق مع البط بتاعنا أو تربية البط. فلازم تهتمي ما شاء الله أما يكون مهتمية بيه وتأكليه وتشربوه وتنيميه في الكرتونة. بس يعني من كل ساعتين أو من كل ساعة تقعدي كده وتأكليه، وبعد كده تحطيه في الكرتونة وتغطيه ما شاء الله يبقى دافيان معاكي، غير ما انت تسيبيه في الأرضية كده يتعبوا منك وياخدوا نزلة برد. ففي طبعا في ناس بتحط أنبوبة بتاع لمبة تحتهم فوقهم كده وتدفيهم. انا ما بحبش اللي انا اعمل اي لنب، لان اللنب دي انا مش واخده عليها. انا بحب اللي انا ادفي البط بتاعي في الكرتونه. فده عشان يعني انا متأخدة على كده بصراحة. يعني ما اصلش جربت البط عندي على لمبة. انا يوم ما بحط لمبة على اي طيور عندي هي الفراخ البيضة بس، ما هيش اكتر. لكن اي طيور عندي ما بحط لهمش لمبة، ببتدي ان انا احطهم في كرتونة زي ما انا قايله لكم، وبعد كده بقى بدفيهم. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله هم عندي ما شاء الله زي الفل كده. طبعا كل ما البطة تاكل كويس وتتدفى كويس هتلاقي البطة عندك يومها بيومين، وهتلاقيها ما شاء الله كلتها حيوية كلتها نشاط. واستغلي أي يوم كده الأيام ديت الجو برد، الشمس من كل فين وفين يعني كده. فاليوم اللي تلاقيه فيه شمس طلعي الكرتونة بس كده والبط في قلبها ربع ساعة بس الكرتونة في الشمس في شمسية الصبح ما شاء الله هتقوي العظم بتاعهم وكالسيوم للبط ما شاء الله. حلوة جدا جدا الشمس، عامل كبير قوي قوي للطيور. اهم حاجة الشمس، لو عندك اي طيور وفي شمس حلوة جدا جدا. لكن لو انت بتربي اي طيور عندك في مكان رطوبة تعرف اللي ممكن يجيلهم فلوانزا، تعرف اللي هم هيتعبوا منك. اهم حاجة الشمس هي حياة اي طيور عندك، يعني عامة كبير او صغير لازم الشمس. ف يعني انصحك لو انت بتربي طيور عندك في مكان ماهيش فيها شمس نهائي تعرفي ان الطيور عندك هتبتدي اللي هي تتعب مرة على مرة، لاني ما بتشوفش شمس فبتتعب فبتموت عندك او بتتعب على طول. فلازم الطيور عندنا لازم شوية شمس وشوية ظل، فتلاقيهم ما شاء الله عندك كلتهم حيوية ونشاط وكلتهم حلوين وكلتهم بصحة، لان بياخدوا الكالسيوم من الشمس. العظم بتاعهم بتقوى من الشمس. فزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله البط عندي
حلو جدًا، جدًا. فلو الفيديو بتاعي عجبِك كده حبيت إن أنا أعرّفِك استقبلته إزاي، بربع معلقة سكر كده في فنجان مَيّة، ولو أنتِ كتّرتِ بقى عن فنجان مَيّة تبتدي إن أنتِ تحطّي نُص معلقة، ده حسب كمية المَيّة عندِك. فطبعًا هو أول يوم بس، مش أكتر من كده، يعني ما تحطّيش يوم و2